السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الرايب منزلي اللي معتمد عندي دائما، يعني كنصاوبو. غادي نبداو بأول مرحلة اللي هي كناخدو واحد السيترو ديال الحليب، كنديروه في الخلاط. كنديرو عليه واحد 3 المعالق ديال حليب مجفف، 3 المعالق كبار. كنضيفو السنيدة، فبالنسبة للسنيدة غادي نديرو 3 المعالق كبار ديال السنيدة. فالمعلقة الأولى غنضيفو المعلقة الثانية والمعلقة الثالثة. يعني 3 المعالق كبار، 3 المعالق كبار ديال حليب مجفف، عفوا، و4 المعالق كبار ديال سكر سنيدة. غادي نضيف 2 ساشيات ديال الفاني، اللي بغى يدير غير وحده يدير، فانا كيعجبني فيه نكهه الفاني. كندير 2 ساشيات ديال نكهه الفاني من فئه 7 غرام، يعني بالمجموع 14 غرام. وغندير ياغورت ديال الفاني، ياغورت بنكهه الفاني. فالصراحه كيجي زوين، كيجي بنين، وكيعجب الوليدات ديالي، وهو المعتمد عندي، هو اللي كنديرو دائما في رمضان، يعني هو اللي كنديرو دائما ما كنبدلوش. والصراحه كيجي مزيان، كيجي بنين، كيجي عاقد. فغادي ناخذ هذا الخليط، غادي يعني نطحنو مزيان. غنطحن الخليط مزيان حتى ينسجم ليا هذا الخليط. ومن بعد غادي نكون مصوبه واحد نصف لتر الحليب اللي غنكون فيضته، يعني نكون فيضته حتى طلعت فيه ديك الفيضه. عاده غادي نضيفو على هذا الخليط اللي صوبنا الاول. فكيف ما شفتوا نصف لتر حليب غادي نفيضو، يعني بالمجموع عندنا لتر ديال الحليب. السيترو اللي خدمناه مع ياغورت والحليب مجفف والسكر وياغورت ديال الفاني وبالفاني. ودابا يعني من طحنت الخليط غادي نضيف عليه نصف لتر ديال الحليب اللي فيضته. صافي، غادي ناخذ هذا الخليط مره اخرى وغادي نطحنو مره اخرى باش ينسجم ليا مزيان. فمن بعد ما طحنت الخليط فغادي ناخذ كيسان اللي غادي نكون فيهم هذا الرايب. وهما بالنسبه للكيسان يعني كله الاختيار ديالو على حساب الكيسان اللي عندكم. انا يعني هنا تقريبا هاد 2 إترو ديال الحليب تقريبا هزت ليا 7 ديال الكيسان. 7 الكيسان يعني اللي عمرت صراحه، وكيعطي كميه وفيره ديال الرايب. فغادي نعمر هاد الكيسان كاملين. فغنعمر حتى نكمل هاد الكيسان كلهم، ونتلاقاو باش نشوفوا اش غنكملوا. فكيف ما شفتوا يعني بعد ما عمرت هاد الكيسان كلهم ديال الرايب، غادي نجيب طنجره ديال الضغط. فهذه الطريقه ديالي المعتمده، ويعني ما كنبغيش نبدلها. فالصراحه يعني كتجيني مضمونه وكينجح معايا 100%. فكيف ما شفتوا غادي ناخذ طنجره الضغط وغادي يعني غادي نستف فيها هاد الكيسان ديال الرايب، نستفهم. وغنكون موجده الماء اللي تيكون غليان، يعني تيكون غليان مزيان الماء. كيف ما شفتوا يعني غنستفوهم بهذه الطريقه في الطنجره ديال الضغط. غادي نجيب الماء اللي تيكون غليان وغادي نعمر على الكيسان، يعني حتى يوصل تقريبا تيوصل يعني للنصف، النص ديال الكيسان يوصل الماء. يعني ما يعشي يعمر ليا فوق الكيسان، غير حتى يوصل النص ديال الكيسان. ونحاولوا نخوو الماء سخون غير من الجنب باش ما يتخواش لينا فوق الرايب. يعني كيف ما شفتوا غنحاولوا غير بشويه حتى نكملوا، حتى نعمروا
يعني القياس كيف ما شفتوا. يعني الماء ما خاصوش يكون واصل لينا الفوق ديال الكيسان بهذه الطريقه. فغادي نسدو على الكوكوط وغادي نديرو الصفاره وغادي نبيتوها الليله كامله، يعني صبناها في الصباح حتى النهار الاخر، يعني حتى الليل، اولا صبناهم في الليل يعني حتى الصباح اللي غنحلو على الكوكوط. كيف ما قلت لكم فهو كيجي ناجح، كيجي عاقد الصراحه. يعني ومني كيف ما قلت لكم يعني كنديروه في الكوكوط كنبيتوها ليله كامله، بعد نكونوا غطيناها بواحد المنطه صغيره، كنخرجوه كنحطوه في الثلاجه يعني حتى كيبرد. وبالنسبه للتزيين فهو اختياري، يمكن لكم تختاروا اي فاكهه بغيتو، كيف ما يمكن لكم تزينوه بشويه ديال الكريم شونتي من الفوق، كيف ما يمكن لكم تزينوه باللوز ايفيلي اولا كاكاو ايفيلي على حسب اللي متوفر يعني عندكم في البيت. فانا هنا غادي نزينو بالفريز، شويه ديال الفريز من فوق من كل كاس. غادي نوريكم هاد الطريقه اللي كندير باش كنقطع الفريز باش كيعطيني هاد الشكل ديال المروحه بهذه الطريقه، وكنزين بها الريب. فالصراحه حتى الشكل ديالو كيجي زوين، كيجي يعني كيجي عاطي منظر زوين. وكيف ما شفتوا يعني نعاود معكم وحيده اخرى. فكيف ما قلت لكم يعني الفاكهه اللي عندكم واللي عندكم متوفره في البيت، اولا يمكن لكم ديروا فواكه جافه، اولا كيف ما قلت لكم تزينوه بالكريم شونتيي من الفوق. فهو الصراحه كيجي بنين هذا الريب، وليداتي كيعجبهم. كنديرو حتى للضياف، يعني في رمضان جا عندي شي حد كان توا كيكون عندي معتمد يعني كنصاوبو كنحطو، الصراحه كيحمر الوجه. يعني رايب يمكن لكم تعتمدوه كاساس، صراحه كيجي زوين. فغادي نكمل التزيين ديال هذا الكيسان ديال الريب ونتلاقاو بالطبق النهائي. فكيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيسان ديالنا ديال الريب. فكنتمنى يعني يعجبكم الفيديو، فاللي عجبو الفيديو دير جيم، يدير ابوني، بارطاجي مع الاحباب باش يوصلكم مني كل جديد من قناتي فضاء كنزة طبخ وابداع.